شنو هو معهد الصحة العالي وشلون أقدم عليه وشنو شروطه، كل شي راح نشرحه بهذا الفيديو. بالبداية قبل كل شي، هو من اسمه معهد صحة عالي يعني تابع لوزارة الصحة مو لوزارة التعليم العالي. يعني شنو بالمختصر؟ يعني البوابة اللي راح تنفتح المعهد الصحة العالي تختلف عن البوابة اللي راح تنفتح وزارة التعليم العالي. بالبداية الدراسة حتكون بهذا المعهد هي سنتين، وانت بخلال هاي السنتين حتحصل على شهادة يسموها الدبلوم. زين، وزارة الصحة شنو هدفها من هاي البوابة اللي حتفتحها؟ هي عندها نقص بالكوادر المساعدة للأطباء، فعلى مود هاي تفتح هيجي تخصصات. التعيين حيكون مركزي وحسب الحاجة. من يحق له يقدم؟ كليتنا لو شنو الوضع؟ لا باوع. المفروض انت خريج سادس علمي حصرا يعني مو أدبي، والمفروض انت خريج هاي السنة او السنة السابقة وما يزيد عمرك عن 25 سنة. والقسم اللي تريد تقدم عليه المفروض بمحافظتك حصرا يعني مو بغير محافظة. مثلا انت من بغداد تريد تقدم على معهد التمريض، معهد التمريض المفروض تقدمه ببغداد مو بغير محافظة. هنا قبولك اذا قدمت على غير محافظة راح يلغي اوتوماتيكيا. ثالثا شنو الأقسام المفتوحة؟ لحد الآن احنا عندنا 5 أقسام: تمريض، قبالة يقبل بس أناث هذا، التخدير، الإسعافات الأولية، وأمراض الدم اللي هي موجودة بس بمدينة الطب وبالنجف وبالبصرة. رابعا عندنا كم ملاحظة مهمة كلش: التقديم الإلكتروني، يختار الطالب قسم واحد بس، ما يصير تختار أكثر من قسم. القبول حيكون حسب المعدل والتنافس. الدراسة ما بيها لا مسائية ولا أهلية ولا موازي، بس صباحي حكومي. التقديم حيكون حسب الرقعة الجغرافية مثل ما قلنا كل واحد حسب محافظته. خامسا المعدل المطلوب: التخدير 75 في أعلى، باقي الأقسام من 65 في أعلى. كل ما كان معدلك أعلى فرصتك أفضل. يعني ستة تقول شنو؟ إذا معدلك 75 أنا أكيد حنقبل تخدير؟ لا، حتبقى السالفة حسب المنافسة ويا الطلاب اللي مقدمين وياك. سادسا شنو نظام الدراسة؟ المدة سنتين زائد تدريب الصيفي. النظام فصلي يعني مو كورسات. الشهادة حتحصل دبلوم صحي. سابعا التعيين المركزي حيكون على ملاك وزارة الصحة، يعتمد على الحاجة الفعلية لكل محافظة. والمعهد حيكون غير متوفر لا بالجامعات الأهلية ولا بالدراسة المسائية ولا الموازي. ثامنا خطة القبول: 60% من خريجي السادس العلمي، يعني 60% من المقاعد حتروح لجماعة السادس العلمي، و40% من المقاعد حتروح لخريجي إعدادية التمريض والقبالة. تاسعا المجالات الوظيفية: قسم التخدير حيشتغل بصالات العمليات والإنعاش، التمريض حيشتغل بالمراكز الصحية والمستشفيات، القبالة وحدات نسائية وتوليد، الطوارئ حتشتغل بإسعاف الحالات الحرجة، وأمراض الدم حتكون بمختبرات وتخصصات الدم. عاشرا متى يبدأ التقديم؟ بعد إنتاج الدور الثاني للبكالوريا، يتم عبر موقع وزارة الصحة الرسمي. يعني البوابة تختلف عن البوابة اللي راح تطلقها وزارة التعليم العالي، راح تكون واحد. أخير شي عندنا معدلات قبول معهد الصحة العالي للعام الدراسي الماضي اللي هو 2023-2022. هاي المعدلات قدامكم، اختاروا اللي يناسبكم من ناحية المعدل ومن ناحية محافظتك حصرا، يعني ما يصير تقدم على غير محافظة. وكل التوفيق للجميع يا رب.